الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المتفضل على عباده بجزيل الثواب ووافر الإنعام، وأصلي وأسلم على من بعثه الله إلى الأنام، صلوات ربي وسلامه عليه ما طلع الليل والنهار. أما بعد، لقد كرم الله عز وجل هذه الأمة بأن أعطاها ليلة في السنة تعادل عبادة الإنسان زمنا طويلا وعمرا مديدا. أعني بذلك ليلة القدر التي شرف الله هذه الأمة بأن جعلها تتكرر في كل سنة مرة واحدة، لينال المسلمون من فضائل هذه الليلة، وأيضا يستحقون من كرامات ما أنعم الله عز وجل به عليهم. هذه الليلة يكفي أن الله جل وعلا سمى سورة في القرآن باسمها، وهي سورة القدر، وقال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ولذلك هذه الليلة العظيمة من خصائص هذه الأمة وكراماتها وفضائلها أن الله ميزها بهذه الليلة العظيمة. وعلى الإنسان أن لا يفرط في التماس هذه الليلة ولا في الحرص على أن يكتب من أهلها، ولهذا محروم من عرف هذا الفضل واستشعر هذا الثواب ولم يبذل الأسباب التي تعينه على أن يكون ممن نال فضل تلك الليلة، فضل قيامها وفضل الدعاء فيها وفضل ذكر الله عز وجل وفضل الأعمال الصالحة التي تكون مصاحبة لتلك الليلة. هذه الليلة هي هدية عظيمة ومنحة جليلة قد جعلها الله عز وجل في ختام الشهر لتكون مسك الختام وجائزة العام. نسأل الله عز وجل من فضله ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نكون ممن يدرك هذه الليلة في كل سنة ما دمنا أحياء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.